السلام عليكم، عيد مبارك سعيد. الله يجعل ربي يدخلوا على الجميع بالصحيحة والسلامة والرزق والتيسير، ويدير ربي تعويض الخير للمسلمين في انحاء العالم والناس اللي ما قدروش مساكن على العيد. ففعلا هذا العام العيد كان شويه غالي في المغرب، الله يدير تعويض الخير للجميع. اليوم جيت نشارك معكم الطريقه ديال الكفته اللي بشهاده البنات هنا اللي ذاقوها كتعجبهم، فقلت غادي نشاركها معكم ان شاء الله كيف ما طلبوا مني انني نشاركها معاهم، فقلت هذه فرصه انني نشاركها مع الجميع. اول حاجه عندي هكا اللحم كي تنقولوا كفته، غادي ناخذه وغادي نعاود نطحنه مره اخرى، فهذا هو السر الاول. بالنسبه للكميه انا غادي نستعمل كيلو ديال الغنمي وتقريبا نص كيلو ولا 700 غرام ديال البقري. ديما الكميه ديال الغنمي تكون اكثر من الكميه ديال البقري. وغادي نضيف ليها واحد شويه ديال الشحمه ديال الكلاوي، هذه من طبيعه الحال اللي بغى. ملي كتضيفوها وخاصه الا كنتو غادي تشويو فوق كتنقولوا النافخ، كتذوب وكتعطي ديك المذاق زويون. غادي نضيف واحد الوريقه ولا جوج ديال النعناع مقطع مع المعدنوس والقزبور. لما طحنت الكفته غادي نضيف المعدنوس والقزبور، ها نتوما كتشوفوا قطعته مزيان. بسم الله. غادي نضيف بصله كبيره مقطعه مزيان، ودابا غادي ندوز باش نشارك معكم العطريه. بالنسبه للعطريه غنشارك معكم واحد السر. هاد العطريه هذه الناس اللي ساكنين في استراليا، ها نتوما هاد البهارات هادو زوينين بزاف كيجيو في الكفته، جربوهم وردوا عليا. غادي نزيد هاد البهارات هادي. بسم الله. العطريه نتوما اللي غادي على حسب الكميه اللي غادي تستعملوا، خير الله من العطريه. عندي كميه شويه كبيره. غادي نضيف شويه ديال السكينجبير، نضيف شويه ديال هاد جراند كاين بيبر، هذه بحال السودانيه. طبيعه الحال الحار تيبقى على قبال كل واحد، هذه راه حاره هاد السودانيه. نضيف الملحه، غادي نضيف البزار ما تكثروش منه بزاف. غادي نضيف التحميره، غادي نحك رويس صغير ديال الثومه. بسم الله. كاين اللي ما كيديرش الثومه في الكفته، المهم جربوها وقولوا لي. هاد الطريقه هادي راه كتجي واعره. اللي كيعجبو المذاق ديال القرفه يقدر يزيد غير شي شويه. غادي نزيد الكمون، دابا غادي نجمع المقادير كامله مع بعضها البعض. واحد السيكريت كي تنقولوا عاوتاني، واحد السر اخر باش تجيكم الكفته زوينه وكل المقادير دخلت مع بعضها البعض. يمكن لكم ديروها في الكيك ميكس، انا راه غير ما تصورش معايا. كتجمع المقادير بعضياتها كامله وكتدخل يعني الملحه، كتدخل العطريه، يعني الكفته كتجي من السما زوينه. فجربوا هاد الطريقه وقولوا لي كي جاتكم الكفته. بالنسبه للجميع ديال الكفته كندير لينا غير هكا، كتجي ساهله غير هكا تنحطها في الباربيكيو. ودابا غادي نديها باش نشويها فوق الفاخر. غادي ندوز ان شاء الله باش غنشوي الكفته. من طبيعه الحال احسن حاجه للكفته وهي الفاخر والشوايه، عرفتوا سبحان الله المذاق تيجي زوين بزاف. دابا حنا راه عندنا الليل، المهم انا غادي نشوي معكم الكفته وتشوفوا كي دايره. يا بسم الله. عرفتوا ما شهيتكم، سمحوا لي، عرفتوا الريحه ديال الكفته يا سلام كي طالعه. والله العظيم الا فكرتني في الناس ديال مكناس خاصه اللي كيعرفوا قبض السوق، هذاك البلاصه اللي كنا كنشريو منها الكفته. ما كاينش ما كانش يمشي لمكناس وياكل هذيك الكفته. الريحه ديالها حق الله العظيم شنقول لكم، لا الريحه ولا المذاق، بحالها تقريبا. المهم تجربوا ان شاء الله الطريقه وقولوا لي. والكفته ديالنا ها هي وجدات. يا سلام، عرفتوا على مذاق جات كتحمق. كنهديها لكم كاملين وتنقول لكم عيد مبارك سعيد بالصحيحه والسلامه والرزق والتيسير، كل ما هو زوين يا ربي، ويدير تعويض الخير لاخواننا المسلمين فين ما كانوا. حاجه اخرى، ما طيبوش الكفته بزاف، وخاصه الا كنتو دايرين فيها البقري، لان البقري من الطبع ديالو انه تينشف، فخليوها مويس باش تجيكم زوينه ولذيذه. ومن طبيعه الحال كي معروف هكا ديما كنقدموها بشويه المليحه وشويه الكمون، شويه ديال السودانيه. وتنقول لكم صحتكم وراحتكم، سمحوا لي لا شهيتكم.
ودابا غادي ندوزو باش نوجدو الزيتون مشرمل حتى هو كيجي زوين بزاف بزاف. قلت غادي نشارك معكم الطريقه. دابا غادي نشارك معكم الطريقه ديالي اللي كندير بها الزيتون المشرمل، كتجي زوينه بزاف بزاف. المهم كنت شاركتها مره ما جوج في ستوريات وعجبات البنات وطلبوا مني انني نشاركها معاهم. ايوا قلت اليوم كنوجدوا العيد ان شاء الله انا غادي نشاركها. المهم سمحوا لي على هذه الروينه، راه حطيت كلشي هكاك دغيا دغيا باش نوجدها. المهم عندي زيتون خضر ما فيهش العظم. بيا ديال الوقت كناخذ هذا المخلل كامل مشكل في جار واحد. قلت غادي نقضي باش ما زعما كي تنقولوا اللي كاين. هادو خديتهم غير من السوبر ماركت. خديت الزيتون خلاص بلا عظم من عند الدي، وداكشي الاخر كل واحد منين خديته. المهم نتوما غديروا اللي عندكم واللي تيعجبكم. انا غنشارك معكم الطريقه، كيجي زوين بزاف بزاف وبحال المذاق ديال المغرب. خليكم مع الطريقه. اول حاجه غادي ناخذ الزيتون كيف قلت لكم. هنايا عندي الزيتون هذا بلا عظم، وغادي نحيد له الماء ديالو ولا الجوس اللي تيكون فيه. الزيتون ها هو صفيته من هذاك باش كانوا مخللينه. دابا غادي نضيف له ان شاء الله العطريه اللي غادي نحتاج. هذا الزيتون هذا راه بلا عظم ما فيهش العظم، ستارت يعني بحال اللي فيه كبسي كمل داخل. دابا غادي نضيف له المخللات الاخرى اللي باغا نزيد معاه. زدت له المخللات الاخرى. هاد عرفتو دقت كورنيشيه وحده وشحال حامضه. المهم هادو راه جاوني شويه كبار، غادي نقسمهم على جوج. بطبيعه الحال غتزيدوا نتوما المخللات اللي بغيتو. غادي نزيد حتى هاد لي كورنيشو هادو شي شويه حلوين على الاخرين، زوينه باش غادي يبالونسيو ليا الفلايفر ما يجيش حامض بزاف. زدت قرعه اخرى ديال الزيتون، يعني درت 3 ديال القراعي، وزدت شي شويه من هاد لي كورنيشو هادو. كيف ما قلت لكم انا مولفه كناخذهم كامل كيكونوا في جار وحده. هادو لي كورنيشو وهذاك هذا بحال هكا الكاروت، وهذا كتكون زوينه، كتكون الكميه كبيره. هاد المره ما لقيتش هذيك القرعه اللي كناخذ. على العموم غادي نستعملوا هادشي اللي عندنا. دابا غادي ندوز ان شاء الله وغادي نزيد المعدنوس. هنايا عندي المعدنوس والقزبور مقطع، ولا لقيتو حتى الاوريغانو فريش تقدروا حتى هو تزيدوه. انا غادي ندير غير بسم الله. غادي نحك شويه ديال الثومه. غادي نضيف واحد شويه ديال الثومه ها هي حكيتها. دابا غادي نضيف اوريغانو. غادي نضيف معلقه ديال الاوريغانو. غادي نضيف معلقه ديال الهريسه. بطبيعه الحال الهريسه على حساب نتوما واش بغيتوه حار ولا بغيتوه ماشي حار. بطبيعه الحال تبقى على كل واحد والذوق. غادي نضيف الحامض مصير. شوفوا كي معسل، عرفتوا هاد التعسيله هكا كتجي زوينه. المهم بطبيعه الحال هادشي كله غتضيفوا نتوما اللي بغيتو. من بعد ما ضفت الحامض مصير دابا غادي نضيف شويه ديال الابزار. بسم الله. بطبيعه الحال كي قلت لكم اي حاجه على حسب الكميه اللي عندكم، وما تكثروش مثلا من الملحه ولا البزار على حسب درتو الحار بزاف، وما تكثروش من الملحه درتو الحامض. دابا غادي ندوز وغادي نعصر الحامض. كيف كتشوفوا درت الحامض مصير وغادي نعصر حتى الحامض طري. دابا غادي نزيد زيت الزيتون، ومن طبيعه الحال غادي نذوق وغنشوف شنو ناقص. الملحه ديروا غير شويه حيت كلشي هنايا راه فيه الملحه. غادي نزيد زيت الزيتون. نصور بالتليفون شاداه حيت هذه اللي كندير بها سيبورت ما جبتهاش. ما سهلاش ملي كتخدمي بيد وحده وتصوري بيد وحده. انا قلت راه بركه من الملحه، ولكن دقتو زدت له شويه ديال الملحه خاصو مليحه، وزدت له شويه ديال الهريسه لان الهريسه ما كانتش حاره. هذه ماشي حاره، جاء خطير. المهم تجربوه ان شاء الله وقولوا لي الراي ديالكم، وحاولوا انكم منين تشرملوا هكا خليوه يبات ولا على الاقل شي ساعه ولا ساعتين غير باش تدخل ديك الشرموله فوق الزيتون. وبالصحه والراحه. انا جبت معلقه كبيره باش نخلط مزيان. المهم اللي كيعجبو الحار وما جاش الزيتون حار يقدر يزيد حتى هذا الحار. هذا راه حار بزاف بزاف. شكرا لكم. نتمنى الفيديو انه كان نال الاعجاب ديالكم. عيد مبارك سعيد والسلام عليكم.